طبعا ما تبقيش ام مصرية ولا عربية اصيلة لو ما عملتيش كده في اول دخلك كل شتاء. كلنا طبعا كنا بننتقد امهاتنا ان هما بيعملوا لنا الاكلة دي اول ما الشتاء يدخل، او الجو اللي بيبقى بيمطر كده كتير، تروح ماما عامله لنا شوية عدس، شوية محشي كرنب كده يدفونا ونتدفى بيهم في البيت. بس احنا لما كبرنا وبقينا امهات بقينا نعمل زيهم بالظبط. تعالي بقى هعرفك ازاي تطلعي من العدس 3 اكلات حلوين كده وبألف هنا وشفا عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دعاء زين، وان شاء الله النهاردة هنعمل شوربة العدس وهنطلع منها 3 اطباق حلوين. شوفيهم وعرفيني بتحب اي طبق فيهم. في الاول انا هعمل نص كيلو عدس، فهحط 3 لتر مية، فنزلت بلتر ونص مغليين وبدأت انزل في المكونات. 3 جزرات كده وسط قطعتهم دواير، وبصلتين كبار قطعتهم اي تقطيعة مفيش مشكلة خالص، هي لسه هتستوي. وراس توم كبيرة حلوة كده، و5 طماطمات قطعتهم اربع ونزلتهم، ونزلت عليهم ببقية المية. استخدمت 3 لتر مية علشان هستخدم نص كيلو عدس، وبسيب المكونات دي تغلي غلوة حلوة كده وعقبال ما اغسل العدس واصفيه كويس جدا. نص كيلو عدس بتجيبيه بتبصي فيه كده عشان لو فيه اي حاجة بتشيليها، وفي الاغلب يعني هو بيبقى نظيف يعني، بس لازم نبصي فيه، اي بقوليات تجيبيها من بره لازم تبصي فيها. المية غليت وبقت زي الفل، نحط بقى الملح، معلقتين ملح صغيرين، رشة شطة لو عايزة، وحطيت طبعا معلقة صغيرة كده سكر علشان تعادل حموضة الطماطم، ودي اهم حاجة طبعا. لو ما حطيتهاش في المرحلة دي بتحسي ان في كده لسعة بسيطة من الطماطم، والطماطم مش في كل اوقات السنة بتبقى مسكرة، على حسب الطماطم اللي انتي بتجيبيها او الزرعة اللي بتبقى موجودة في السوق عامة يعني. وقلبتهم كويس، وعلى طول هروح اجيب العدس علشان انزله. العدس الاصفر اللون اللي بيبقى غامق شوية اللي هو التركي بيبقى افضل كتير وبحبه جدا جدا وبيديني طعمه مميز وحلو، لكن الفاتح دوت بحس ان هو مش حلو بصراحة. واللي بتحبيه برضو مفيش مشكلة. ملحوظة هنا، اول ما تحطي العدس اوعي تقلبي الا مرة واحدة بس، ما تقعديش تقلبي كتير في وسط التسوية، علشان لو قلبتي في وسط التسوية العدس هيلزق وهيعمل شياط. ودي ملحوظة مهمة جدا 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 سواء بتعملي عدس او بتسلقي، مهم جدا جدا علشان وانتي بتاكلي ممكن تحسي بطعم شياط لو لزق، وطبعا هيبقى طعمه مش ظريف معاكي في الاكل خالص. ونفس الموضوع برضو هقولك تركتين كده واحنا بنسوي بقية العدس علشان تعمليهم. غطيته وسبته يغلي عقبال ما لميت شوية الحاجات اللي بعترض دي. خلاص كده غلي، اول غلوة بتاعته هغطيه ووطي عليه اهدى حاجة، وهسيبه يستوي بقى، هيقعد مثلا من ساعة الا ربع ساعة على اهدى نار معاكي علشان يطلع لك حاجة جميلة كده ومستوية، والاطعمة كلها داخلة في بعض، والعدس يكون استوى. خلاص كده انا بالنسبة لي هو استوى، وبعرف ان هو استوى من شكله. انت عشان تتأكدي ان هو استوى وبقى حلو بتشوفي العدس كده، العدس بيكون مش صحيح، بيكون اتفتت شوية. وكمان الجزر عشان انشف حاجة واقل حاجة يعني اكتر حاجة بتاخد سوا بنختبره، بتلاقي الجزر استوت كده وبقت طرية، خلاص كده يبقى زي الفل. هتاخديه بقى تصفيه على كده؟ لا اوعي، انتي هتديله تقليبة حلوة كده وتقفلي عليه. خلاص احنا هنقفل فنقلب بقى براحتنا. بتقفلي عليه الغطا وتسيبيه مثلا 10 دقايق ربع ساعة يهدى شوية كده. ويا حبذا بقى لو سبتيه يهدى ويبرد شوية كده عشان تعرفي تضربيه في الخلاط، لكن انا عشان على طول مستعجلة فهقولك تعملي ايه علشان تضربيه في الخلاط وهو لسه سخن. هتحطي حاجة معدن في قلب الخلاط من جوه وتنزلي عليها العدس علشان ما ينزلش على جسم الخلاط على طول،
ولا قدر الله يحصل فيه تشققات، يحصل فيه كسر ولا حاجة، لا احنا مش عايزين كده طبعا. وبرضو لو خلاطك ازاز هتحافظي عليه اكيد، عشان ما ينفعش ياخد صدمة سخنة على طول كده وهو بيبقى واخد سقعية من الجو. حطيته، وقبل ما تضربي لازم تشيلي الغطا الصغير اللي بيبقى في النص دوت علشان تخرجي منه الغطا، تخرجي منه البخار علشان ما يكتمش جوه الخلاط ويكسرهولك لا قدر الله. دي حاجات مهمة جدا لازم تاخدي بالك منها. وعلى طول اول ما تضربيه هتنزليه على مصفى تكون رفيعة جدا، علشان قشر الطماطم اللي بيكون موجود فيه لو المصفى مش رفيعة بيتسرب من المصفى وبينزل في الشوربة، واحنا مش عايزين كده، احنا عايزين ناخد حاجة نظيفة كده علشان الولاد بيتلككوا للاكلات القديمة بتاعتنا ومش عايزين ياكلوها. فاحنا بنعمل كل اللي نقدر عليه علشان نأكلها لهم، وبنأكلها لهم بأمر الله. كل حاجة بتيجي بالتعود. هما دول بس اللي طلعوا من التصفية نص كيلو العدس كله. شايفة الحلة ما شاء الله ما لزقش فيها اي حاجة خالص. بعد ما تصفيه بقى تديله تقليبة حلوة كده وتدوقيه وتشوفي عايز ملح، ملح مظبوط، تشوفي مقدار الملح بتاعه اللي انت حطيتيه، علشان على الاساس دوت هتزودي ملح في المراحل اللي جاية ولا لا. هنا انا دقته ما شاء الله ما شاء الله ملح مظبوط جدا. المعلقتين الكبار الصغيرين اللي انا حطيتهم مظبوطين جدا الكمية دي. انت طبعا لو عايزة تعملي ربع كيلو هتحطي عليهم 1.5 لتر مية بس، وتنصصي برضو الخضار عشان ما يبقاش زيادة فيه. نيجي هنا بقى لأول طريقة معانا. انا عندي حد بس واحد بيحب الطريقة دي فبعملها له. بجيب كده معلقة سمنة حلوة واسخنها واروح نازلة عليها بشوربة العدس وتغلي غلوة وخلاص كده. هي دي الطريقة بس، ما فيهاش اي حاجة وسهلة وجميلة. تاكليها بقى مع عيش متحمص، عيش عادي، مع بصلاية حلوة كده وتبقى زي الفل. مفيش اسهل من كده اظن. خلاص كده خلصت اول طريقة. ويا سلام بقى لو الناس كلها اللي عندي ياكلوا كده وانا ارتاح. بس للأسف انا ما بحبش الا الطريقة اللي جاية دي وما باكلوش غير بيها. ممتازة وجميلة وحلو. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الطريقة التانية. جبت الحلة اللي هعمل فيها الطريقة التانية دي، وهحط بقى شوية زيت حلوين كده، يعني 4 معالق زيت كده ولا حاجة، وهنزل عليهم بكوباية شعرية، من كوباية لربع الكوباية على حسب ما انت عايزة. ما تزوديش عن كوباية علشان ما تعجنش معاكي وتبقى كتير في وسط الشوربة كده مش هتبقى لذيذ. كوباية شعرية كده مش مليانة قوي نزلت بيها وهحمرها كويس لغاية ما تبقى بالمنظر دوت. بتك عليها سنة في التحمير لكن اوعي تحرقيها، سنة صغيرة بتك عليها علشان تديني تسوية مظبوطة في قلب العدس. وعلى طول اول ما تديني اللون اللي انا عايزاه بنزل عليها بالراحة. وخلي بالك بقولك بالراحة بالراحة لان بيطلع شوية بخار كأنك بتعملي كراميل بالظبط، زي كراميل البسبوسة اللي انا هسيبلك الفيديو بتاعه في علامة الاي فوق. جربيها بالطريقة اللي انا هسيبها لك دي وهتدعيلي ان شاء الله. نزلت ببقية العدس، يبقى انا هنا ما خدتش من العدس كل العدس اللي انا عملته، خدته منه طبق واحد بس للناس اللي ما بتاكلش الطريقة دي. تمام. وكمان خدت كوباية كمان هعملك بيها طريقة تانية. قلبت تقليبة حلوة ونزلت بالملح، حطيت نص معلقة ملح بس علشان الشعرية، ورشة كمون. انا ما بحبش الكمون زيادة، لو بتحبي الكمون مفيش مشكلة حطي زي ما انت عايزة بس مش كتير علشان ما يمررش. وحطيت رشة شطة وقلبت وسبته بقى. بس كل شوية هتسيبيه على نار هادية وكل شوية ايدك فيه علشان الشعرية ما تلزقش تحت. والطريقة دي ما تكملش الا بالبصلة اللي احنا هنعملها دي. فجبت شوية زيت حلوين برضو 3-4 معالق ونزلت بيهم ببصلة وسط مكعبات. قطعيها مكعبات صغيرة كده حلوة على ايديكي او تفرميها في الكبة اللي يريحك، وتحمريها برضو وايدك في العدس علشان ما يلزقش.
تفضل ايدك مع البصلة وايدك مع العدس. هنا خلاص ما شاء الله كان استوى الشعرية وتدخلت كده في العدس وادته سمك وبقت زي الفل. والبصلة كمان كانت اتحمرت، وهنزل بيها على طول على العدس. سيبك من البهدلة اللي البوتاجاز بيتبهدلها، واوعي تمسحيه والبوتاجاز شغال. يعني نصيحة، يعني مش مستاهلة انك تتلسعي علشان تنضفي البوتاجاز وانتي شغالة. انا على طول اول ما بخلص اكل وبقوم اعمل مواعين بروح عاملاه معايا وبيبقى زي الفل زي ما انتي شايفة كده. مش مستاهلة ان انا اتلسع او اوقف الاكل علشان اعمل ونصيحة يعني ما تغسليش العيون وهي مولعة، الحاجة بتلزق فيها. بس كده، هنا خلاص كنت خلصت كل حاجة وبقى زي الفل، فهسيبه يهدى شوية. ونيجي للوصفة التالتة دي بقى، مفيش اسهل منها كمان زي الاولى بالظبط. شوية عيش كده متحمصين وعليهم كوباية عدس، ده كده بيبقى زي الفل قوي. وسلام بقى لو عليهم شوية بصل كده من اللي احنا حمرناهم، بس انا نسيت وحطيتها كلها في الوصفة التانية، يبقى جميل وزي الفل. ولو هتحطي عليها العدس اللي بشعرية اللي احنا عملناه، هيبقى طعم ولذيذ وزي الفل. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. شايفة هنا مفيش 10 دقايق وكانت العيش بقى نص طري، مش طري معجن، لا نص طري كده زي اللي انا بعمله للفتة بالظبط، اللي هسيبلك كمان طريقتها فوق. وهنا كمان اللي بشعرية جميل وسط خفيف، يعني لا خفيف ولا تقيل، يعني مش خفيف مية ومش تقيل محجر، لا جميل جدا وحلو ولذيذ كده. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. بعيش بقى تاكلي بمعلقة كده، يعني انا اللي بشعرية ده ساعات باكله بمعلقة كده وبشبع الحمد لله. بصلتين كده متقطعين معاهم. وحاولي من صغر ولادك، انا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولادي من صغرهم بياكلوه وبيحبوه، علشان بعودهم على الاكلات بتاعتنا واحدة واحدة كده من صغرهم، وبيطلعوا ما شاء الله بيحبوه. والله انا يعني كانت بنتي وهي صغيرة كده عندها 6 شهور 7 شهور، كنت بديها منه كده، بديها مثلا معلقتين ولغاية ما تعودوا عليه، وكلهم طبعا بالطريقة دي. قوليلي بقى في الكومنتات اي طريقة عجبتك، تحبيه بشعرية زي طبعا، ولا بتحبيه بالزبدة، ولا بتحبيه فتة. وكل الأطعمة هي ممتازة وجميلة جدا. شوفي الفيديو وعرفيني الطريقة اللي حبيتيها بكومنت جميل منك علشان بيفرحني جدا. باي باي.